السلام عليكم حبوباتي، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. مرحبا بكم على قناتي وقناتكم مطبخ ام الامراء. وصفتنا لنهار اليوم سلطه دو فخوي. كما راكم تعرفوا راه الصيف وكاع الناس تبغي حاجه بارده، يعني ولا للسهره اكيد، ولا حتى راه جاي العيد المبارك، تقدروا ديروها ترافقوها مع اللحم مشوي ولا مع اي طبق. يلا نروحوا للمقادير وكيفيه التحضير. اولا هنا راكم تشوفوا ما شاء الله، يعني الطامسة هذه تاع الدار كيما نقولوا. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، شوفوا اللين كي راه شباب. وعندي الفواكه الاخرى يعني اللي متوفر عندكم تقدروا تخدموا به. هنا الفخاس ناجت شابه الله يبارك ما شاء الله. تقدروا ديروا اي فخوي عندكم متوفرين. انا اللي كان متوفر عندي في المنزل درته. كما راكم تشوفوا هنايا الطامسه، عندي بعويده وعندي التفاح. تقدروا تزيدوا بنان، تقدروا تزيدوا اي فاكهه راكم باغيينها. اول حاجه انا نقي نغسل اكيد الطامسه والفاكهه كاع نغسلهم مليح، ونقي القشره الفوقانيه، ونقلع هاد اللب اللي راكم تشوفوه هذا الابيض. هذا هو اللي مرر لكم يعني السلطه دفخوي تجيكم مره. يعني هذا نزعوه كامل من الطامسه. راكم تشوفوا هنايا راني نقيتها كاع مليح 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 باش ما تجيكمش السلطه الدفخوي تاعكم مره. وهذا اللب تانيك الدخلاني تانيك هذا نقلعوه، يعني القشره هذيك البيضاء وهذا اللب الدخلاني تانيك نقلعوهم، ونقطعوا التشين تاعنا كما راكم تشوفوا، والبعويده وتانيك التفاح كما راكم تشوفوا معايا هنايا. كما البعويده والتفاح باش ما يجيكمش يعني طلقوا ديك الكحوليه، ديروا عصروا عليهم حبه ليم تقعد لكم كما هي. هنا قطعت الطامسه تاعي في ولا التشينه كما نقولوا في الفلاشوار، وطحنتها مليح، يعني طحنوها مليح مليح باش تجيكم تطلق هذيك العصير تاعها كما نقولوا. ونروحوا نصفوها. هنا جبت مصفات اي صفايه عندكم، صفوا فيها العصير لخاطرش كاين لخاطر الاطفال ما يبغوش هاد الحبوب اللي جايه كيما هكا. صفوه تقعد هاد اللب تاع التشينه هذا اكيد غادي نرموه، ولا تقدروا تستحفظوا به ديروا به حوايج اخرى. من بعد هنا قطعت التفاح تانيك مربعات، والبعويده اكيد تانيك مربعات، وحطيتهم على داك العصير. المهم اللي بغات دير العصير الجاهز تقدري ديري تانيك العصير الجاهز. وزدت قطعت هنايا تانيك الطامسه، قطعتها شوي شوي شوي، يعني كاع الفواكه اللي عندكم قطعوها شوي شوي شوي. وزدت هنايا لي فخاس انا قطعتهم شوي شوي شوي. تقدري تانيك الا بغيتي ديري مزيج بين التشين وبين الفراس تانيك تزيدي طحني الفراس وتزيديها مع العصير هذاك تاع البرتقال يعني تاع التشين. هنا ضفت 2 مغارف فقط تاع سكر، يعني ما تضيفوش بزاف، واللي تبغي حلو بزاف اكيد زيد تضيف. وهنا ضفت ماء الزهر باي نكهه بغيتوها، ماشي شرط هاد لامارك ولا بنكهه البرتقال نتوما تضيفوا. المهم ما زهر، بغيتو مغرف بغيتو 2 مغارف. انا ضفت 2 مغارف ما زهر. واكيد البنه اللي تعطي خاصه للسلطه فخوي هي القرفه مطحونه. يعني غير جربوا هذه الطريقه تاعي غادي تجيكم واحد سلطه فخوي من اروع ما يكون. يعني المازهر والقرفه مطحونه تعطيها بنه خياليه. وهنايا نخلط كاع المكونات كما راكم تشوفوا مع بعض كتشوفوا. واللي بغى تضيف علبه تاع يايورت، كاين اللي يدير فيها علبه تاع يايورت تضيف، انا ما ضفتش خليتها كما هي. وها هي سلطه الفخوي تاعنا واجده كما راكم تشوفوا معايا. شوفوا راني درتها في هاد الكؤوس، بغيتو ديروها في اي كؤوس جا من اروع ما يكون. فقط حاجه واحده، كديروا سلطه الفخوي تاعكم دائما خلوها واحد الساعه 2 سوايع 4. بغيتو ديروها ليله كامله خلوها باش يطلقوا هذوك المكونات مع بعضها وتنسجم وتعطيكم بنه رائعه. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه، مع فيديو اخر باذن الله على قناتي وقناتكم مطبخ ام الامراء. باي حبيبتي حبيبات قلبي، مع وصفة جديدة بإذن الله.